اول حاجة احنا ممكن نقيس درجة الحرارة من الفم او من تحت الابط. بعد كده لازم ناخد بالنا ان احنا لو بنقيس من الفم ما ينفعش بابا او ماما او اي حد انا هقيسله يكون شارب اي حاجة ساقعة او سخنة قبل ما اقيس بربع ساعة. بعد كده انا ببدأ اشيك على درجة حرارة الترمومتر بتاعي، لازم تكون درجة الترمومتر اقل من 35 درجة مئوية. عن طريق الفم هبدأ احط الجزء ده، المستودع ده، تحت لسان المريض واقول له يقفل عليه بشفايفه، يقفل بالشفايف بس مش بالاسنان علشان ما يتكسرش. وطبعا الطريقة دي مش هنقيس بيها الاطفال ابدا او ناس تكون تعبانة وبدأت ان هي ما تبقاش في وعيها معانا. الطريقة الامن جدا هي ان احنا نقيس من تحت الباط، وقبل ما نقيس تحت الباط لازم نتأكد ان المكان يكون جاف، ما ينفعش يكون عرقان او المكان رطب واحط الترمومتر بتاعي هيأثر على قراية درجة الحرارة. طيب بعد كده هسيبه مدة قد ايه؟ انا هقولك، تحت اللسان بيقعد لمدة دقيقة واحدة بس، اما تحت الباط بيقعد لمدة 5 دقايق. كان معاكم مس فاطمة عادل، انا بقدم لكم محتوى يا رب يفيدكم ويجعله في ميزان حسناتي وحسنات كل واحد يعمل شير للفيديو ده يفيد بيه غيره. سلام.